السلام عليكم متابعين قناة هبة ستوريز، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم فيديو جديد بلا ما نطول عليكم في المقدمات. أنا سميتي نزار، عندي 30 عام. أنا الحقيقة العمل ديالي غير في مجال الرعب وما وراء الطبيعة، حيت أنا كاتب قصص وروايات عن هذا المجال. اليوم غنحكي لكم واحد القصة بعيدة تماما على داكشي اللي كنكتب، ونعاود حيت هذه وقعت معايا شخصيا، عشتها بكل الأحداث ديالها. كان واحد الحي ساكن لي قريب من الدار تاعي اللي عايش فيها مع مرتي وبنتي. وقعت فيه واحد الحاجة لا تصدق، في واحد الليلة تقطع الضو غير في داك الحي، وبقى الحي في الظلام الليل كامل تصبح الحال اللي غتكون مفاجأة. كانوا قاع الناس اللي ساكنين في الحي مليوحين في الشارع، واحد الموتى اوف ما تقدرش تشوفها، هاد اللي مقطوع عليه راسو واللي خارج له مصرنو، المهم واحد الحالة وكلشي ميت بدون استثناء، ودن في الحيوط. وكان اللي كتشاف هاد الشيء هو واحد السيد كان دايز تما مع 6 الصباح غادي لخدمتو. جاو البوليس وبداو التحقيق ديالهم، كيسولو اي واحد في الحي الاحياء. في الاحياء الاخرى زعما الا عندهم شي واحد في العائله في داك الحي. غير الغريب في الامر ان داك الحي المشؤوم آه، السكان تاعو ما كانش عندهم مع الناس الاخرين والو، عايشين غير بوحدهم. وملي ما بقى لا دليل لا والو، قرر البوليس يدوروا واحد السياج عالي على الحي باش ما يبقى حتى واحد يدخل ليه، وحطات الحراسة عليه. داو البوليس فلاكارد، مي غير صباح الحال دوك البوليس صبحو مقردين طراف ومرميين في الارض، وكانوا مكتوب في الحيط بالدم: بعدو منا الا بغيتي نبعدو منكم. المهم قصتي غتبدا هنا. ملي سمعت بهاد الحي وانا معروف بالفضول تاعي اللي غادي يخرج عليا بالبيان. المهم بديت كنتسول في الاحياء اللي حداه، ماي والو، ما لقيت حتى جواب. بنادم عارف شحال من حاجه مي خايف ومخلوع ما عارفش مناش. كل واحد كيدير فيا واحد الشوفه وكيقول لي اش بغيتي عندهم. هما كانوا يستاهلوا ما وقع ليهم، هما اللي قلبوا عليه. صافي هاد الجواب اللي سمعته كتر من مره اللي خلاني انني قررت ندخل للحي. مع الفجر مشيت هاز في يدي بير وغادي نقصت السور وبديت تنتمشى. ناري لا ريحه ومناظر متقدرش تشوفهم. زدت شويه كيبان لي واحد السيد واقف وسط الشارع. في الاول ما تقتش واش كيدير هذا هنا. المهم كان جاي عندي، ملي وصل قال لي: اش تدير هنايا؟ شكون خلاك تدخل؟ لاش داخل لاش؟ جاوبت له قلت لي: راك انت معايا هنا، مالك شنو كاين هنا؟ فين صدمني ملي قال لي بلي راه الوحيد اللي مرحبين بيه في هذا الحي، واللي الدخول هنايا راه جا ما يخرج صافي كيولي منهم. هنا زدت بغيت نكتشف مزيان ونعرف شكون. سولته قلت ليه: انت شكون؟ قال لي بلي هو سميتو محمد وهو خدام شفار، وكان كيدخل لهاد الحي باش يسرق الديور حيت كانوا خاويين وفيهم شي حوايج غاليين. ولكن واحد النهار كان في دارو تسمع الدقان. ملي سمع محمد الدقان ناض حل الباب كيعاود ليا وهو كيترعد، وقال لي بلي فتح الباب لقى واحد الجثه من دوك الوجات اللي مرميين في داك الحي. هو يدخل هو بالقلعه، سد الباب وهرب لبيتو باش يزيد يكمل القلعه. لقاها جالسه فوق الناموسيه وبدات تدوي معاه. انا جيت بغيت نوصل ليك ميساج من عند سكان الحي، قالوا ليك مرحبا بك في اي وقت، اجي سرق غير اللي بغيتي، ولكن هاد السر بقى بيناتنا. انا جاوبتو وقلت ليه: ملي هذا السر علاش قلتيه ليا؟ قال لي بلي عييت راه عيا ومل هاد الشي. هو ولا لاباس عليه من هاد الشي اللي كيدير، ولكن مبقاش قادر يصبر من هاد الشي اللي كيشوف. مع من عايش دوك الجثات قلبوا لي حياته صعيب تعيش مع الموتى. وشوية بقى ساكت وقال لي: ها اللي قرب دابا تشوف بعينك. انا بديت كنضحك قلت لي: انت تقول حنا دابا يلاه الفجر وانت تقول لي قرب؟ بدا كيضحك وقال لي: راه انت اللي مقلوب، راه السبعة د العشية هادي. حيت نشوف الساعة لقيت عنده الحق. ايوا متى داز الوقت وما ممكنش، ايوا مقصطار يلاه هزيت راسي باش نسولو لقيتو هرب. بديت كندوز تما شويه لقيت الظلام طاح. انا عريش هادشي الوقت كيطير. شات البين كنلقى زنقة عامرة بالمشاش كحلين كبار كلهم دايرين غسلة وحدة جلسة وحدة.
وكيشوف فيا بحال شي اصنام. كملت المشي، المهم لقيت واحد العمارة محلولة شوية، حسيت بواحد المشا كتسمعني براسها بحال الا باغاني نطلع. حسيت براسي حتى طلعت، لقيت واحد الدار، دفعت الباب دخلت، محلولة شوية، حسيت بواحد المشا كتفاني براسها بحال باغاني نطلع. لقيت الدار كحلة ومسخة بزاف وخانزة. بديت كندور، دخلت لواحد البيت، لقيت فيه واحد صندوق صغير، حليتو وانا نلقى فيه تصاويرة وحدة فيها واحد العائلة متكونة من اب وبنت ومرا، وكان داك الصندوق كحل. المهم حطيته وكملت الدوران. دخلت للطواليت اللي كانت كفز من الدار، بقيت تنشوف كلشي متلى بالدم وموسخ. كانت المرايا بوحدها اللي نقية، ما عرفتش علاش. المهم شي حاجة شدتني ليها، بقيت تنشوف فيها وانا كان الرعب. بقيت تنشوف في المرايا، صافي بدلت وجهي، الصورة تاع وجهي في المرايا مبقات متحركاتش. انا كنشوف هادشي ومصدوم، وكنحرك وجهي، كنحرك يدي، والو. وجهي بقى في المرايا بحال شي تصويرة ديالي لاصقة تما. شوية بدا الوجه كيحل فمو بيديه بجوج، وهو كيزيد يوسع فمو، كيزيد يوسع كيزيد يوسع حتى ولا سد المرايا كاملة، وبدا كيخرج منه بزاف تاع الفخوش كحل وكبار. ما عرفت شنو داكشي، ما عرفت شنو واقع، كنحس داكشي كله طار ليا على وجهي. غوت وبقيت راجع باللور، تا نقيس واحد المرا مورايا واقفة، دارت بالسربة نشوف شكون، كنلقاها مرا شارفة ومكمشة وشعرها طويل. بقيت تنشوف فيها وانا عارفه هي المرا اللي كانت في التصويره، وقالت لي بغوات اش كدير هنا، اش دخلك هنا، انت شكون؟ انا دخلت وقلت لها انا دخلت لهنا بغيت نعرف القصه تاعكم. وهي تغوت انت مالك، سوقك جابك لهنا، انت مالك فضولي، شني فضولك غيخرج عليك. وغوتات واحد الغوته لدرجه ان كاع الجاج اللي في ديك الدار تهرس. بدات كلها كتسيل بالدم من كاع الجسم ديالها، كله كيسيل بالدم، دم كتير. تبدا كيعمر الدوش شوية بشوية، كيعمر باش تكفز. جاو شي رجال من موراها وبداو كيضربوا فيا وكيغطسوني في داك الدم، وانا كنغوت ونضرب فيهم وندفع فيهم. هما كيغطسوني وانا كنغوت وسد عينيا. صافي غنموت، بديت كنتخنق، شربت كاع الدم، كنحس المذاق ديالو، كنقاوم ونعاود نتغطس. عاود شويه صافي سخفت وغرقيت في الدم، مبقيت حاس بوالو. صافي غبت واستسلمت. فقط لقيت راسي متكي في واحد الدار اللي تعجبت منها، انها كانت نقيه بزاف، كل حاجه في بلاصتها. بقيت شحال وانا متفاجئ من هاد الدار، كانت تلفت اليمين واليسار. كمان كنلاحظ شي حاجه غريبه ولكن ما بان ليا والو. شويه وقفت وبقيت راجع باللور، تاقص جوج ديال الرجال، ما عرفتش شكون. المهم دوك الجوج هما اللي زادو خلعوني، ما عرفتش كي ندير نوصفهم ليكم. هما بيضين بزاف وكانوا طوال مني، لابسين كلشي كحل. مي بصراحة اللي خلاني نتفاجأ أكتر هو أن وجههم كتكون من فم واحد كبير. أنا بقيت كنشوف جاتني القدرة أنني نهضر معاهم. شكون نتوما؟ أنا زادت مفاجأة ملي شفت الطريقة باش كيدويو. تخيلوا معايا راس فيه فم كبير هو اللي كيدوي. الأول دوا قال لي سميتو زعبل، والثاني كذلك نفس الاسم. بقيت كنشوف فيهم شحال على ما دويت. قلت لهم شنو المطلوب مني، انا لا جيت لهاد الدار بالضبط، شنو بغيتو مني؟ قالوا لي انت اللي شنو باغي منا، لا جاي داخل عندنا. انا بديت كنهضر وصوتي كيترعد. انا غير كاتب متخصص في اغلبيه وفي ما وراء الطبيعه، وانا جيت لهنا باش نكتشف السر ديالكم، ولكن انا وعدكم انني غادي نمشي، ما نعاودش نرجع ولا ندور بكم مرة أخرى. غير ساليت هضرتي دوك الجوج تبدل اللون ديالهم، عينيهم ولاو حمرين بحال الدم، وهما يغوتو في دقة وحدة. كيفاش تخرج من هنا؟ حنا اللي كيدخلوا عندنا ما كيعاودوش يخرجوا. صافي نتا جنيتي على راسك وهنا غادي تبقى. كيفاش جنيت على راسي؟ كيفاش؟ واش انا بزاز عليا نبقى هنا ولا شنو؟ بداو كيدويو بجوج بدقة عاوتاني. غتمشي عنده هو اللي يشرح لك كلشي، عمارة 13 عنده فين اتلقى الجواب ديالك. انا ما بقيت فاهم والو. قلت لهم واش انا غنبقى ننتقل بيناتكم هكا؟ عاد ما تصيفطوني عاود شكون هذا اللي غيشرح لي علاش، اللي ما تشرحوش ليا نتوما، لا حنا ماشي مهمتنا هادي. كيفاش وشنو هي مهمتكم؟ انا فين سمعت اغرب جواب، مهمتنا حنا هي نوريوك الطريقه باش اتموت. هنا انا تصدمت، ما دزتش على هدرتهم،
ثانية وحدة بديت كنحس بحال شي ماس ماضي كيقطعو في لحمي. انا ما عرفتش هادشي منين جاي ولا شكون غيخطي فيا. كنحس بهم كتا داخلين خارجين في لحمي. انا ما بيدي والو غير كنغوت شويه بديت كلي كنسيح بشي مادة كحلة كنحس بها خارجة من كل ضربة أو جرحة في جسمي. وباش تكفت مزيان الدم كيخرج من كل منطقة في جسمي. هادشي كله انا شايفو ما بدي حتى حاجه ما ندير غير كنغوت من الالم. كنغوت من دما اجداني نجي لهنا. مع اخر غوته اللي هي اسمعهم كيضحكوا انا انحل عيني ما نلقى فيها والو بحال الا كنحلم. بداو كيدوي بجوج عاود مالك ها راحنا غير وريناك الطريقه كيفاش اتموت ما درنا ليك والو. نزلت في الدروج وكنفكر فين يصيفطوني عيما 13 نمشي ولا ما نمشيش. من جهة الفضول يقتلني ومن جهة الخوف يقتلني. انا ما عمرني عرفت راسي كنخاف هكا. على اللي تخيلت شي حوايج وكتبت شي حوايج كانوا كيرعبوا بنادم. هادشي كله كنهضر مع راسي وغادي تا كنحس براسي وقفت هزيت راسي العمارة 13 بقيت مدة مصدوم كيفاش حيت لهنا انا ما عرفتش هاد العمارة فين جات. على شحال عاد تحركت اختاريت انني نرضي الفضول ديالي ونطلع. بديت طالع لقيت الباب محلول دخلت الدار نقية وموسيقى خافتة هادئة خارجة من واحد البيت. تا كنسمع واحد السيد كيعيط ليا من داك البيت سي نزار الكاتب ديالنا دخول مرحبا بك. طليت غير بشوية وانا خايف لا نشوف شي منظر كيف من اللي قبلو. نو ما يمكنش راجل طويل عريض عادي لابس بيجامة شاد سيجار في يديه سلم عليا وطلب مني نشاركو في الجلسة. انا بقيت غير ساكت ما فهمت والو. انا يعقوب كنت في العسكر شحال هذا مت قبل ما نخرج مت قبل ما نخرج يديه سلم عليا وطلب مني نشاركو في الجلسة. انا بقيت غير ساكت ما فهمت والو. انا يعقوب كنت في العسكر شحال هذا قبل ما نخرج تقاعد وجيت سكنت هنا في هذا المجمع. الصراحة عايش في واحد الراحة لا توصف. وانت دابا تعجبك الإقامة معنا هنا كيفاش شنو كتعني على التقاعد؟ انا غنبقى عايش هنا ما غاديش نمشي. واش انا وليت ساجين هنا انك تمشي هادي مستحيل ولكن ما تخافش يعجبك الحال هنايا. تا هادو اللي ساكنين معانا هما عزاز وتا نتا يعجبوك وتعتز عليهم ويمكن راك تلاقيت في بشي وحدين منهم مازال الخير تبارك الله. حنا هنا عايشين كاملين الفرحة ودابا تجي تشكرني هكا جاوبني. انا صافي جبت بلاصتي بقيت كنشوف بحال تقلبت بحال تقبلت عفوا الموضوع. شنو مهمتك انت شنو غتوريني سي يعقوب؟ عقلتي على الشفار محمد هو كيما قال لك ما بقاش قادر انه يزيد يعيش معانا مكلخ. حنا درنا معاه بزاف فتحنا ليه ابواب السعادة. الفلوس اللي تمناها كتجي. انا مهمتي نوريك كيفاش هو مات حيت فاش لقيتي انت وياه هرب وخلاك وهو كيهضر وكيشرح ليا واحد الشرم حداه قال لي شوف فيه هو يوريك كلشي. شرم عادي مي بحال الا كنشوف شي فيلم. بان ليا المشهد فاش يلاه تلاقيت محمد اول مره وخلاني وهرب. غادي كيجري قرب يخرج شويه تقسم على ثلاثة وكيفاش بحال شي حاجه ما كتبانش قسماتو في اقل من ثانيه. كيبان لك السرعه باش كان غادي باش تفرق عكس سموتاش تبيني. انا بقيت كنشوف حتى كنحس بيعقوب كيقول لي نزار صافي المشهد سالا. السيد مات ودابا لا واحد منا. دابا وانا شنو غندير؟ كنهضر وانا كلي كنترعد. قال لي انت دابا غير هبط من عندي وكما جيتي عندي اتمشي عند داك اللي كيتسناك. المهم نزلت من عنده ولقيت الشارع عامر بالمشاش كلهم كحلين مصفين بحال مصاوبين ليا الطريق باش نتبعها. بقيت تابع الصف ديالهم غادي تا كنلقاه كيسال لي قدام الباب ديال واحد العمارة. بقيت كنشوف شنو كيتسناني هنا عاود شكون نلقى وشنو نشوف. المهم طلعت وتمديت غادي مع الدروج والو ما كاين لا بيبان لا حتى حاجه. غادي طالع حتى اخر طبقه لقيت باب دقيت فيه هو يحل ليا واحد الراجل سي عزار كاتب كبير ديالنا دخل مرحبا بك. انا ما قلت والو دخلت
موراه وجلسنا في واحد الصالون، لقيت محطوطة شي ماكلة وشي مشروبات عمرني شفت بحالهم. المهم بدا السيد الهضرة اللي هو سميتو عزيز: شحال من فرصة جاتك انذار باش تهرب، 3 ولا 2 الفرص لحد الان، ولكن انت بقيتي تابع في دورك، باغي تعرف كلشي، باغي تفهم كلشي، ولكن مزيان مزيان. ها انت نيت بقيتي تابع حتى تجيبها في راسك. دابا علاش كتقول لي هاد الهضره وجيني نيشان؟ نقول لي شنو مهمتك تا انت؟ شنو اتوريني ولا شنو ادير فيا؟ شنو باغيين مني؟ بقى كيضحك. حنا اللي شنو باغيين منك؟ شكون اللي جا ودخل على الاخر، حنا ولا انت؟ دابا هادشي كامل ما بقاش هام. اجي نبدا ليك من الاول. انا هو المهندس عزيز، انا اللي تبنيت هذا المشروع، وممكن تقول انا اللي بنيته. هاد البلاصه اللي كتشوف دابا فاش جينا ليها اول مره كانت عباره عن حطام، شي مردوم فوق شي، ما عرفناش واش كانت مقبره ولا سيد ولا شي بلاصه. مهم كنا كنلقاو الناس كيجيو يزوروها ويتباركوا منها بزاف. المهم حنا في البدايه المشروع لقينا بزاف ديال الصعوبات باش نقنعوا الناس انهم يخليونا نبنيو المشروع ديالنا. وكما انت عارف اي واحد عنده شي بلاصه كيستغرق منها ما كيبغيش يطلقها. هذا هو الحال ديال واحد السيده اللي ممكن تقول انها شوافه او دجاله، كانت محتله المنطقه. بطبيعه الحال حنا ملي جينا هنا كنا كنمثلوا ليها عائق كبير، شحال وحنا معاهم في المشاكل، حتى لواحد النهار اللي ممكن تكون سلطات علينا واحد اللعنه. حنا ما حيدناهاش في داكشي اللي لقينا مرمي للارض والحيوط. المهم سالينا البني، سال المشروع، حتى بدات الاعراض ديال اللعنه. كاع العمال اللي كانوا هنا وانا منهم بدينا كنقتلو في بعضياتنا، والمشكل بحال لا ضاحكين وكنلعبو عادي. كتهز موس وتذبح صاحبك وهو انت كتذبح فيه عادي عنده. كنا كنحسو بحال شي واحد اللي مسيرنا حنا، ما بيدينا ما نديرو غير كنفدو كلشي. بقات اللعنة مستمرة تا وقعت اخر جريمة اللي انت بسببها معانا دابا. اذا الناس ما كتبوش ودوك الاشاعات اللي كانت على هاد الجريمة بصح. هادشي اللي استنتجت انا والدهشة باين على وجهي. وي وحنا كما كتشوف باقيين الهيئات ديالنا، وما اغلبيه ديالهم كيفضلوا الهيئه ديال المش. وي بلا ما تخلع بصح داكشي اللي في دماغك كاع اللي مشوش اللي شتي في الشارع راه هما هادوك. ممكن تقول كيتسناوك تالي الدور علينا باش يرحبوا بك. انا بقيت غير كنسمع طوال هاد السيره الاخيره، مندهش من هاد الحقائق اللي سمعت، ولكن على حسب ما فهمت انا نتوما اللي دخل لهنا كتقتلوه باش يولي منكم. وعلاش اللي انا عطيتوني الحق تعرف هادشي كله عليكم؟ انت كاتب وبالتالي كيفاش بغيتي تكتب علينا وانت ما عارف علينا والو؟ كان خاصك تفهم اي حاجه كبيره ولا صغيره. وزيدك باش تكمل القصة ديالك انا هو المسؤول على هادشي كله اللي واقع هنا، يعني انا المتهم الرئيسي، حيت انا كنت عارف حقيقة المكان وخبيتها. ولكن علاش انا بديت ما وقع ليا والو؟ والناس عندهم واحد السلاح اللي ديما خارج عليهم واللي نتوما كتسميوه الفضول. كما قلت لك انت تكتب قصة الناس يبغوا يكتشفوا ويعيشوا المغامرة، وبالتالي احنا جبنا الضحايا جداد. انا تصدمت بغيتي نهضر وهو يسكتني. صافي سالينا، مهمتي سالا دابا. انت تمشي لدارك وانت عند بالك راك خرجتي من الحي، مي انت لا هبطتي من العمارة نفس المنظر ديال المشاش مطراتي اللي هي الطريق اللي نتبع. مي هاد المرة كانوا كيشوفوا فيا بحال الا كيضحكوا معايا ومتبعيني بعينيهم. وصلت لداري مع حليت الباب تلقى مرتي وبنتي تلاحوا عليا كيعنقوني وكيبوسوا فيا فرحانين. انا تعجبت لانه بالنسبه ليا انا غبرت غير نهار، ولكن انا اكتشف انني الشهر وانا غابر عليهم. المهم دخلت المنزل ديالي. اصلا انا جيت للدار غير باش نكتب، عييت جلست تنكتب ونعاود كلشي كيما هو. شويه كنحس مرتي دخلات: نزار مالك؟ شحال غبرتي ودابا ملي جيتي وانت غير كتكتب؟ ما عرفت مالك، ما عرفت شنو ملي جينا سكننا هنا وانت مبدل. عرفتي كون ما هاد الجيران جداد ديالنا، كون ما السيد يعقوب اللي قابلنا وقابل الطلبات ديالنا، كون حنا ضعنا. انا وقفت بقلو شكون كتقولي كيفاش جيران جداد ومنين كتعرفي يعقوب؟
مشيت كنجري الشرجم، طليت كنلقى راسي ساكن في عمارة وسط داك الحي الملعون. ما بقيت فاهم والو وما حس بوالو. اصلا راه قالها ليا، قال لي راك ما غاديش تخرج. بقيت ساكت وكنشوف. تما فهمت بلي انا راه ميت من نهار دخلت للحي. انا دابا كنكتب لكم هذا الشيء وانا ميت. ما عرفتش كيفاش اتوصل لكم اخر روايه ليا، ولكن انا متاكد انكم اتقراوها واتجيو عندي وتلقاوني كنرحب بكم. كانت هذه القصة اليوم بعنوان قصة ضحية الفضول، من تأليف مجهول. قريتها في واحد الموقع وعجبتني. انا عارفه القصه فيها الخيال بزاف، ما عجبتني باش قريتها وقلت نشاركها مع قلت علاش لا ما نشاركهاش مع المتابعين ديالي. نتمنى تعجبكم القصه، واخا من الوحي للخيال، وما غنغبرش عليكم تاني. الى الفيديو الجاي ان شاء الله. كنتم مع هبه ستوريز.